وصلت الأحداث إلى مرحلة أكثر تعقيداً بالنسبة لأشرف ونيسان، فقبل موت تايلان أشارت إلى أشرف، مما أثار الشكوك في ذهن نيسان، وبدأت تتساءل عن السبب الحقيقي وراء ذلك. الاحتمال الأول أن دينشار هو من أجبر تايلان على ذلك بتهديد عائلتها، والاحتمال الثاني أن القاتل نفسه همس باسم أشرف قبل أن يقتلها. هذا الموقف جعل نيسان تفكر بأن أشرف قد يكون متورطاً، خاصة بعد جملته التي قال فيها إنه لا يتوقع أن يتحدث مع تايلان في ذلك الوقت. بالنسبة لخروج أشرف من السجن، تبين أن من أخرجه ليس خضر كما توقعنا، بل دينشار نفسه، فهو لا يريد موت أشرف داخل السجن بطريقة عادية، بل يسعى إلى انتقام أكبر وأقوى. بعد مقتل والد دينشار على يد أشرف الذي أنقذ رويا، ازداد غضب دينشار يوما بعد يوم، ولذلك خطته لم تتوقف عند هذا الحد، بل هدفه المقبل هو ضرب أشرف في نقطة ضعفه، والتي قد تكون نيسان. أما جوردال فقد ظهر في الإعلان وهو يتعرض للضرب من رجال قدير، حيث قام قدير بتصوير المشهد وجعل أشرف يشاهده ليبتزه من جديد. لكن جوردال لن يقف مكتوف الأيدي، وسيجد طريقة للخروج من هذا المأزق. إضافة إلى ذلك، ستنضم شخصية جديدة إلى الأحداث، وهي آيتان، المرأة التي ذكرها فاروق سابقا، والتي سيظهر دورها قريبا. ومع دخولها تزداد التوقعات بأن الحب سيكون سببا في موت أحد أعضاء فريق أشرف، كما حذر يعقوب في أقواله. التساؤلات تبقى مفتوحة. لماذا أشارت تايلان إلى أشرف قبل موتها؟ وهل سيكتشف دينشار حقيقة نيسان قريبا؟ وكيف سيتعامل أشرف مع تهديدات قدير وضغط دينشار في الوقت نفسه؟ الأحداث القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت،